طيب دلوقتي روت مكان بيقدم كورسات في السوفت وير، اكيد في 10 او 20 كومبيتيتور في نفس الاندستري دي او بيقدموا نفس الكورسات. انا كطالب هاخد كورس جديد، ليه هاجي روت ما اروحش مكان من الاماكن دي؟ بص، احنا لما جينا ابتدينا روت الحقيقه كان في شويه مسلمات في المجال بتاع الاديوكيشن بشكل عام. احنا يعني عملنا لها فاليديشن، يعني ما مشيناش عليها بالنص. يعني مثلا كان في الوقت دوت الناس بتهتم بالسيرتيفيكتس جدا، احنا ما شغلناش بالنا خالص بالسيرتيفيكتس، وكان اهم حاجه بالنسبه لنا الكونتنت. كان مثلا في الوقت ده الاماكن التانية بتركز على التولز. كان في الوقت ده بقى كان في دريم ويفر في الويب يعني، وتولز زي في التكنولوجيا المختلفه. فاحنا برضو طلعنا بره القصه دي خالص. في الوقت ده مثلا كانت المراكز بالنسبه لها الكونتنت بتاع الكورسز ده حاجه سريه، وما ينفعش بقى حد ياخد الكونتنت، وما ينفعش حد يسجل في السيشن. احنا اصلا من اول يوم في روت قلنا لا، احنا هنريكورد كل الكونتنت ده، وهيبقى عندنا اكتر من انستراكتور في نفس الفيلد دوت، ويقدر الطالب يبقى ليه اكسس على كل المحاضرين دول. فانا عايز اقول لك ان احنا من الاول خالص ابتدينا الموضوع بشكل مختلف. السوق كان ماشي في حته، او شايف ان هو المفروض يعمل حاجه، واحنا لما جينا عملنا فاليديشن للمسلمات ديت لقيناها لا، مش شرط. فمشينا بطريقه تانية خالص. واعتقد بفضل ربنا ده اللي ميزنا شويه وخلانا موجودين دلوقتي في الماركت بتاع الاديوكيشن، يعني بالحجم اللي احنا فيه دلوقتي ده.